كتير طلبوا مني ان انا اعمل فيديو بيشرح ليه المكسب هو نتيجة مش هدف. على فكرة هو ما حدش طلب مني، بس انا بعمل زي الانفلونسرز وكده. قررت اقول لكم ليه المكسب عادة بيكون نتيجة طبيعية لعمل ما وهو مش الهدف الرئيسي. خلينا نضرب مثال. ايه هي الاهداف بتاعتنا؟ بتختلف من شخص للتاني على فكرة. يعني في شخص هدفه ان هو يكسب فلوس كتير، وفي شخص تاني ان هو يكون معاه باور، سلطة. في شخص تالت مهم عنده الشهرة، ان هو يتشهر ويتعرف. طيب هل الناس دي كده يكي وحشين وبيدوروا وبيجروا ورا حاجات ماترياليستيك مش مهمة؟ لا خالص، بالعكس هي كلها حاجات مشروعة، ولكن بتفرق انت بتوصل لكده ازاي. فكرة ان الغاية لا تبرر الوسيلة. خلينا نرجع للموضوع. انا قررت افتح بيزنس بيهدف للربح. طبيعي ان هو يكون بيهدف للربح، ولكن هل الربح عندي والمكسب هو فاليو؟ لا، هو مش الفاليو. بدليل ان احنا قعدنا ركزنا ودرسنا وفكرنا ايه الفاليوز بتاعتنا اللي احنا على اساسها الناس هتيجي لينا احنا كديزاينرز وكمكتب هندسي، مش لحد تاني. فمعنى كده ان احنا بنقدم فاليو مختلفة، او فاليو ليها نكهة معينة وطابع معين. ده ايه علاقته بالربح؟ ليه علاقة واضحة وصريحة، لان الحاجة دي هي اسمها في البيزنس فاليو بروبوزيشن. نقطة الامتياز اللي عندك اللي على اساسها الناس بتجيلك. طيب لما الناس تجيلك اكتر، ايه اللي هيحصل كنتيجة طبيعية؟ ربح اكبر. احنا ممكن على كده على فكرة نقيس حاجات كتير كلها كانت بنستخدمها بشكل غلط كفاليوز او كقيم. اتفقنا كده ان في حاجات هي نتيجة طبيعية، هي مش فاليو، هي مش قيمة. هو ان انا لما تكون شخص مشهور او ان انا اكسب كتير ده مش هيضيف للناس حاجة، لكن لما انا اعمل حاجة واقدمها حقيقي للناس ده هيضيف للناس حاجة. سر كبير قررت اقوله لكم في اخر الحلقة، ان انت لو قررت تتصرف بالطريقة دي ويبقى عندك فاليو وعلى اساسها هتوصل للقيم دي، ربنا هيوصلك ليها اسرع، هيسخر لك ناس، هيسهل لك اهدافك جدا اللي انت عايز توصل لها، وهتلاقي في حاجات اتيسرت من ارض الواقع وانت بتخطط لها مش متخيل ان انت توصل لها بالسرعه دي. ده كله عشان ظابط البوصله بتاعتك، مخليها على التراك الصح، مش مخليها مشتته في نتائج هي كده كده جايه لو انت اشتغلت على البوصله بتاعتك صح. لمزيد من الهندسة والسايكولوجي والبزنس وشوية نتائج احنا كنا فاكرينهم اهداف، تيبس اند تريكس تعلمنا ازاي نوصل لهم بشكل اسرع. انتظرونا